فيلمنا بيبدأ مع جيمي وهي بتركب العربية وبتروح المطار علشان تستقبل واحد صاحبها شغال معاها في نفس الشركة اللي بتشتغل فيها وبيكون اسمه ديلان. ولما بتوصل المطار بتمسك ورقة عليها اسم زميلها علشان يتعرف عليها، لكن الورقة فجأة بتطير من ايديها وبتقع ما بين الشنط. لكن في الاخر ديلان بيشوفها وبيتعرف عليها، لكن ديلان بيكون مش حابب الشغل الجديد في الشركة ومش متحمس ليه، لكن هي بتحاول تخليه تحببه في الشغل وبتعمل كده علشان تضمن الترقية بتاعتها في الشغل وما تروحش عليها. وبعد كده هما الاتنين بيروحوا الشركة وبيمضي ديلان عقد الشغل اللي بيكون لمدة سنة، وبتقول لجيمي انه ما يقدمش استقالته قبل سنة من الشغل علشان الترقية بتاعتها مش تضيع عليها. بعد كده بيروحوا يتغدوا في مطعم والكراش بتاعت ديلان بتتصل عليه، لكن جيمي هي اللي بترد عليها وبتقول لها الله يخرب بيتك، خليتي الواد مش حابب ومش عايز يشتغل في الشركة تاني. وجيمي بعد كده بتعمل حفلة وبتعزم ديلان، لكنه لما بيروح الحفلة بيسكر وما بيكونش حاسس بنفسه، وجيمي بتقعد تشخبط على وشه، وبعد كده بيقعدوا مع بعض وديلان بيعمل معاها العسل بالقشطة. وتاني يوم بيقابل ديلان جيمي وبتقوله انه لازم ما يعملوش اللي حصل امبارح تاني بس. وخرجوا بره يشموا شوية هوا، وهما واقفين واحد بيصورهم ويرسمهم وبياخدوا الرسمة البيت وبيروحوا وبيعملوا برضو العسل بالقشطة. وبتوصل ام جيمي وبتشوفهم وهما بيعملوا العسل مع بعض وبتحضن ديلان على انه جيمي، لكنها ما بتكونش عارفة تفرق الراجل من الست. وبيخرج ديلان مع جيمي علشان يشموا شوية هوا بره، وبتختار لديلان واحدة علشان يتفسح معاها، بس بتطلع الواحدة دي واقفة ومستنية جوزها. وبعد كده جيمي بتتعرف على واحد اسمه دارك وبيقعدوا مع بعض وبيروحوا البيت وبيعملوا العسل بالقشطة. وفي نفس الوقت ديلان بيعمل العسل مع واحدة وبتتصل بيه واخته ساعتها واتقطعوا عن العسل. وبعد كده بيقابل داركر جيمي وبيقول لها انه مش هينفع يكمل معاها، وبتكون جيمي متضايقة وبتروح البيت بتلاقي امها سافرت، وبتتصل على ديلان وبتقوله ان امها سافرت، وهو بيعرض عليها انها تسافر معاه. في الاول بتكون رافضة السفر، لكنه بيحجز ليها في الطيارة فبتضطر تسافر معاه بالعافية. وبتوصل وبتقابل ابوه، بيكون ابوه عنده فقدان في الذاكرة ودايما بينسى اي حاجة. وبتقابل اخته ايمي وبتحكي ايمي لجيمي عن ديلان وهو صغير وانه قد ايه كان بيحبها وبتفرجها على صورهم وهم صغيرين. وبعد كده سابتها علشان تنام، لكن بتلاقي ديلان دخل عليها الاوضه وبيكون عاوز يعمل العسل بالقشطه وهي بترفض في الاول، لكن بيشغلوا اغاني وبيتجمعوا مع بعض وبيقعدوا يرقصوا على الاغنيه اللي جيمي كان بيحبها وهو صغير. وبعد كده بيعملوا العسل بالقشطه مع بعض وبيخرج ديلان من الاوضه بالليل، وايمي اخته بتشوفه بالليل وهو خارج من اوضه جيمي. وجيمي بتبدا تحب ديلان لكنه بيكون مش عنده ليها اي مشاعر، وبتسال ايمي ديلان عن العلاقه اللي ما بينهم وما بين جيمي، لكن ديلان بيقول لها ان هم اصحاب بس ومفيش اي مشاعر ما بينهم. لكن اخته بتقوله انها شافته وهو خارج ومتسحب من اوضه جيمي امبارح. وبنشوف ابن ايمي اخت ديلان اللي بيحب السهر وبيحب يجرب خدع سحريه في جيمي، وساعتها جيمي بتشوف ديلان وهو واقف وعمال يتكلم مع ايمي عن جيمي، فاستخبت علشان تسمعهم. وقالت ايمي لديلان انت ليه لحد دلوقتي ما ارتبطتش بجيمي؟ رد عليها وقال لها ان هي مجنونه ومتهوره ومش بتاعه ارتباط. جيمي ساعتها بتزعل من طريقه كلامه، وتاني يوم بتسيب البيت وتمشي. وكان بيعرض عليها انه عاوز يوصلها لكنها بترفض وبتمشي لوحدها. ولما بيرجع ديلان بيحاول يتصل بيها لكن تليفونها دايما مقفول باستمرار وما بتردش على حد. وبتروح جيمي ترجع تعيش مع مامتها، وبتكون مامة جيمي رجعت من السفر علشان تعيش معاها. وبيتصل واحد على جيمي وبيقول لها انه محتاج ديلان في الشغل. وبتقابل جيمي ديلان وبيسالها هي ليه زعلت فجاه وما بتردش على التليفون خالص، فبتقول له ان هي سمعته وهو بيتكلم مع اخته عنها باسلوب وحش، فهو بيقول لها انه كان بيقول كده علشان ايمي تحل عنه، لكنها ما صدقتوش وبتقول له انت خدعتني علشان تعمل العسل بالقشطه، وبتسيبه وتمشي. وبعد كده بتعرف جيمي ان ديلان هيسيب الشركه وهينتقل لشركه تانية، فبتروح تتكلم معاه لانها كده هتخسر الترقيه بتاعتها لو هو مشي. فقال لها ان هو لما يستلم الشغل الجديد هيكتب لها شيك بدل الفلوس اللي هي كانت هتاخدها من الشركه. فقالت له انت ليه ما قلتليش انك هتسيب الشركه؟ قال لها علشان انت نهيتي علاقتنا مع بعض، وبيسيبها ويمشي. وبعد كده ديلان بيخرج مع ابوه، لكنه بعد كده بيلاقي ابوه قاعد بياكل وهو قالع البنطلون، فبيروح يقعد معاه ويقلع البنطلون وياكل. وفي نفس الوقت جيمي بتقابل امها في نفس المطعم اللي موجود فيه ديلان، وده بيكون اتفاق ما بين ديلان وام جيمي. وجيمي بتشوف ديلان وهو جاي يعرض عليها انهم يرجعوا اصدقاء تاني، وانتوا فاهمين بقى عاوز يرجع علشان يعمل ايه؟ رجع يحن للعسل بالقشطه من تاني. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر.